والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، شرفتنا في بروجرام عربي ميردين، يوم عربي ميردين. هالبروجرام إن شاء الله تكون أول بروجرام السنة الجاية إن شاء الله تنعيدها، ودائما تنقول كل سنة تنتهي البروجرام نعيده وتصير عادي إن شاء الله. نيتنا وغايتنا إنه نخلي يعرفون الشعب، يعرفون قيمة العربي ميردين، لهجة ميردين. يعني لما نقول لهجة ميردين نقصد فيها حكي اللي نحكي في ميردين وفي معسرتي وفي مدياد وفي الصوت، في هالمنطقة كلها. البروجرام إن شاء الله تقريبا ساعة، ساعة ونص تطول معنا. تنبلش في القرآن الكريم إن شاء الله. ونقول أستاذ رياض تفضل نبلش بالقرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. بارك الله فيك أخ رياض، الله يرضى عليك، الله يقوي صوتك. في معنا أستاذ إبراهيم إشلاف يورسنا على اللغة المحلمية ولغة ميردين واللغة اللهجة اللي في ميردين. تفضل أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم مواليد 1969 من مديات من كندريب، وهو أستاذ مدرسة، أستاذ معلم يبقون، وأصلا قرأ سوسيولوجي، والثاني خلص يكسب ليسانس إلهيات، والثاني سي دكتوراه في جامعة ميردين. وفي اشتغل كثير في حق العربي، في له سوزلوك قاموس يعني اللغة المحلمية، وفي له كتابات خطابة حق اللغة العربية. تفضل. أهلا وسهلا، سلامي جيتن كلكم، مرحبا بكم. قبل أبدي بالحكي أبلش أباشر ميردين نقول أباشر مو هيك؟ نحن نقول ندي بالحكي. أولا أتشكر دكتور بهاتين، أستاذ بهاتين، يجي من هولندا كل سنة في الصيف، يتيق يروح لأنطاليا وألانيا، يلمنا في هالحر ويذكرنا لسننا. نتشكر لك كثير، وبعدها نتشكر الجميع جيتنا في هاليوم. والله في كلمتين مكيفين لما مو يكفون، خليت انشغلكم وعملكم جيت نتشكركم. معنا بروفيسور دكتور يشار رجاء، دوشنت حسين رجاء، اهلا وسهلا بكم. خصوصا اتشكر الفنان رياض والفنان حسن ابي والفنان عبد الرحيم، هن جو تشاركونا في هالاحتفال. وايش الانسي ان كان هيك برنامجات، ان كان غير شيء، فهالايام لازم لا ننسى غزه. يعني نترحم على شهدائنا وندعي لله يعطينا مكان نساعدهم بالفعل بالصدق، يعني مو بالقتل، مو بس بالدعاء نفتح ايدينا وبس. والحياه الدائم لازم يكونون في زماننا، في وقتنا، في ذكرنا، وبعد شغلنا زديت نمشي ونسوي شغلنا. تسأل سؤال بسيط للجميع اللي يحب يجاوب: أي شغلنا هم في الحر؟ قي جينا يومين؟ أستاذ ويسي قي جينا؟ يا أهلا وسهلا. أستاذ بهاتين أي شغلنا هم يا أخي؟ لنا الدرب. إيه الأستاذ بهاتين كلمة بيقول لازم نحافظ على هذا السن، لازم نحافظ على هذا السن. يعني هل المجتمع هالحفلة بشان هيك الإنسان يحافظ على الشيء في مسألتين: يا هالشيء مهم ويا هالشيء مو محمي وتذاع، لازم يحافظ عليه. مثلا عليش نحافظ في البيت؟ مو نحافظ على الفناجين نحط محميا أو على المعالق وهاي. إذا في عندنا ذهب في هالزمان غالبي نحافظ عليه ونحطه في مكان حتى الحرامية لا يجون يودوه. شيء مهم نحافظ عليه. غير شيء تكون
ماله حمى وشوية شوية يذاع. مثلا كان في واحد يبيع ثلج، يعني بوز بالتركي، يقول تو وده وكانت يحل يروح، يريد يحافظ عليه يبيعه زخم أو لا يحل. يعني إن إحنا زدمكي هاي سنة في مشكلة على محافظته، لحتى جينا نلعب بعضنا ونتونس ونذكر لبعضنا. لساننا قي مهم. أول شيء لسان أمنوي، لسان الأم مهم اللي تعلمه في البيت. يعني أول كلامنا اللي علمتنا أمنا هاي لسان نووي. بعد رحنا المكتب تعلمنا التركي وغير شيء. وبعدين لساننا لسان القرآن، يعني اللي يعرف عربي، عربي ميردين، عربي مزياد، يعني عربي واحد بي أكثر يفتهم القرآن، أو يحكم في صحبة قري حديث أكثر يفتهم. ولسان عربي يعني أستاذ بهبتين دار دول العرب كلتن. أنا رحت لكم دولة، حسين أستاذ حسين عاينشي، ما صار صعب علينا. يعني تكلمنا معهم براحة، وكي جون أخوتنا التراك ما كيعرفون كلمة عربي كان نروح معهم نترجم لهم. ده مكي يفيدنا، يعني لو في السعودية لو في سوريا أقل شيء في 70% نفتهم على بعضنا أقل شيء. من هالسبب مهم. ويلزم نحميه الآن في التهلكة. كيف في التهلكة؟ تعرفون يونسكو بين درجات السينات وقال السين له في التهلكة كيف في حاله. أول شيء تقول بلا حماوي، ما له حمى. أريد مثلا الكلب نسوي له سكر مشان ينحمي لا يفوت الغنم يرعاه أو الأولاد يقلبون ليه. هاي السنة قيبلة حماوي. أولا بقى قليل نتكلم في البيت أو في المجتمع، وبعدين السنة لا نقرأ بيه ولا نكتب بيه. وغير شيء في تركيا نحن نحب التركي كثير ونحكي تركي زي أحسن من الساعة نحكي عربي. تعلمنا من نحن في تركيا ونحن أقلية زدي نتأثر من التركي، وما لنا هيئة زدي تجدد كلمات الجداد. مثلا تنقول نحن شيعنا أولادنا للمكتب، بعدها قالوا تروح للليسا. ليسا إيش؟ تركي قال ليسا، قلنا ليسا. بعدها قالوا يونيفرسيتا. يونيفرسيتا مو تركي، هي يابانجي كلمة أجنبية. قلنا يونيفرسيتا، ما قلنا الجامعة. نتعرف نقول جامعة، أما من اللي بقينا بعيد. يعني من مثلا السوريين يقولون جامعة، اللبنانيين يقولون جامعة. ما في هيئة يحطوا لنا كلمات جداد بشأن هاي لساننا. وبعدين اللي ماله حمى بس في البيت ينحكي، أكثر شيء في البيت. يعني في المكتب الأولاد كنا صغار لما كنا نحكي عربي كي يكتبوا لنا جزاء. المعلم كان توظف واحد من الصنف كتب له 25 قرش أو مشان نتعلم مثلا. بعدين في لسان بعد أكثر في التهلكة، ها بس ينحكي في البيت كما شوي اللي قلنا، بس في البيت مع الكبار. وفي النوب تهلكة أكبر الأولاد ما بقى يحكوا. مثلا أنا أمي المرحومة كانت تعرف عربي تركي كلمتين أو ثلاثة كانت تعرف وما كانت تعرف يعني. والسعنة حفيدين يعني توروناتي مو يعرفون كم كلمة عربي. مثال يعني طالما ما فات 40 سنة الميمة كيف والولد تورونا كيف حفيدة يعني. ولما تكون تهلكة بعد أكبر الأولاد ما بقى يفتهمون. الأم ولا بيحكون في البيت الأولاد ما يفتهمون. هاك بعد تهلكة أكبر. وتهلكة اللوخ هو الكبار يموتون. مثلا جد وميمة يموتون، أولادهم ما يفتهمون وما يحكون، ذاتهم أولادهم ما يعلمون. هاك الشخل السين يموت. يعني علماء اللسان يقولون إن اللسان حيبة، إذا حكيته تبقى حي يعني جاندر، ما حكيته تموت. يعني الحمد لله ميردين ومزياز ورشمل وقبالة وكثير فيزياء يعني يحكون عربي. بس هل نرى يعني في هاي كم سنة الأولاد أكثر شيء تركي يحكوا في البيت أو في المدرسة أو في الشارع. من السبب يلزم نهتم أكثر. وتعرفون نسطو بيّن 18 لسان في تركيا هو يقول في التهلكة. مثلا السرياني اللي نحكيهم في مزياز أكثر نحو لأوروبا، أو الزازاكي الكردي نحكي في له تلفزيون. الزازاكي زيتين تحت التهلكة وين نحن ما قد كتبونا بعد مورف
يعني احنا تبين لنا ويا هندتي سير لنا خبر تكتبوا لنا ما لنا خبرنا ما لنا خبر يلزم نخبرنا. مثلا في الأساتذة أرجو العفو، يعني كما طالبكنا أنا إذا في شيء تردوني أستاذ يشار أستاذ حسين، أنتم في هالمسألة أكثر خبيرين. في ذاع تابعة للصعيد البرواري، أنا أقول أكين دوزو، اسمه أكين دوزو هرتوين، لسان الهرتوين بقوا 4 وبس، فهاك الذاعة بقوا 4 يحكون هل اللسان ولو كل راحوا لأوروبا هن كلدانيين إني أوتو الألمان دي بيلينجي نقول يعني يعمل في اللسان، يبحث عن اللسان. في السبعينات جاء لهونك وسجل حسن، وحتى جاء لديعتنا لكنديريب حضر قاموس كنديريب. أنا بعد صار لي خبره، يعني قبل ما نحضر هالقاموس طلعته وقتك جاء لديعتنا في ذيعتنا كي يجيبون بحثوا بقى، جاء بقى في الجامعة ودور لبيوته هاي. يعني من ألمانيا واحد يقوم ويجي يبحث في حق لساناتنا ونحن مو نهتم، يعني نحن أكثر لازم نهتم. إذا تريدون هاي لساننا يصير كما الهرتوين نبقى 4 في هالمملكة تنحكي بالتركية أو بغير لسان، أما يلزم أول شيء تنعلم لأولادنا لساننا ونتعلم التركي زاد والسريان زاد والكردي زاد وإيش لتقنا كويس فيه. أيش يلزم نسي يعني دقيقتين وبس تناخذ وقت. أيش يلزم نسي؟ يلزم أول شيء يكون عندنا شعور، تفتكر إنه هاللسان إذا ضاع أولادنا غادي بعضي تنسوه، تنسي حكي أم المبون. بعدين تنحكيه في البيت مع أولادنا. أنا أولادي الكبار توم مني الله يخلي أولادكم يخليهم، إيه 5 سنين حكينا معهم كنا نحكي معهم عربي مو نحكي غير شيء. بعد ال5 سنين راحوا المدرسة بلشوا يحكون تركي، جاء أكثر هين عليهم ما بقى يحكون عربي، أما يفهمون علينا والساعة يحكون. اللي قلنا هاي طريق مشينا عليه وما ودانا ما وصلنا لشيء، بقى نحكي معهم تركي. أما من هاي كم سنة أستاذ بعدين بعد قال في البيت إذا ما حكيت إيش تحكون مو يصير، بقى نحكي قدام عربي إن شاء الله تتعلمون، وهن يقولون حتى نتعلم. بعدين إذا نحكي حكينا في السوق مو بس في البيت، ويلزمنا زي هيئة تجيب لنا كلمات الإجداد، إن كان من سوريا إن كان من لبنان، خلي كل لهجة يعني ما في مشكلة. وبعد زي هالاختيارين تتوفون، يعني اللي صار عمره 70 سنة 80 سنة الله أعلم 5 سنين 10 سنين تتوفون، يلزم نروح لعندهم ونسجل حكيين وحكوياتهم. الآن في كلمات إذا هو توفى هو كل كلمات تتوفون معه. أولاد الجيل الجديد مو نعرف هو بالكلمات. في كثير أشياء بس أنا أروح للذاعة أقول هاي الربيع هالخضار إيش اسمه، الجيل الجديد مو يعرف. الاختيارين يقولون هاي اسم هاي، إذا راحوا هاي بعد 5 سنين هو كلهم تنسوا. يلزم نصورهم ويلزم نكتب اسمهم زي تحت. والغنويات كثير مهمين، الشعر الله يرضى عليه وعبد والرياض يكتبون الشعر، الأخوة الفنانين يغنون، والحكويات كثير مهم. ويلزمنا المفردات، إذا غدا الدولة قاعد تمام في كنديريب أو هم في ميردين علموا اللسان كله تشكل مثلا، علموها قاعد نعطيكم صنف مدرسة درس خانة وعلموا إيش نعلم. يلزمنا مفردات، الساعة نحضر هاك إن شاء الله بصور تركي يقول بيردو زين دم باش لمقتو زهران. بعدين لازم نفتح كورس نقول للبلديات هون في ميردين او في مزياد او في رشمن اخو يفتحوا لنا كورس وفي معلمين تعلمون هالشيء، خلي يكون 10 طلبات، هاي شيء مهم. بعدين نطلب من الدولة من اين حكومة اللي تجي إلى ناخذ هالحق درس اجباري في المدارس، مدارس مثلا في اذياع اللي يحكون عربي، درس اجباري درسين مو اكثر، او في الثلاثة عربي تكون لنا ساعة او ساعتين تيجرون هم ميردين يحكون مع اختيار الميردين واولاد ميردين يجرون يعني يقيدون. هاي نطلبهم من الدولة هالاثنين. وبعد
انتن اخير تعرفون اذا في شيء عادكم تقولوا لنا تنسجلوا ونوصلوا ان شاء الله. اخذتوا وقتكم، متشكركم كثير واهلا وسهلا لجيتم. تفضل. الله يعطيك العافيه دكتور ابراهيم. اذا سويت دقه استاذ ابراهيم استعمل كلمه القي كمنقلي. هاي كلمه القي في لها حكايه بين ميردين ومديات. مثلا جاء واحد من مديات يستعمل كلمه قي يقول ليش تقول قي؟ يقول قي مو يقول قي. يعني هاي قي خاصه بنا. اهلا وسهلا الله يعطيك العافيه. الله بارك الله فيكم. يعني في كميه وفي كيفيه. الكميه يعني العدد الكثير، بس الكيفيه كثير مهمه. يعني في هذا الضيوف كلهم كل واحد اغلى من الله. نشكركم كلكم، يعني كل واحد له قيمه اكثر من الله. بارك الله فيكم. وفي اليوم جيت اختنا سميره شوبان من كاف. هنما غايبكم. اهلا وسهلا بكم. شرفنا بكم. نفس يعني يجي واحد معنا مطرب فنان اخونا حسن شوها، نسمع منه كم غنويه. هو كثير زاد ثقافه اللغه الميردين العربي الميردين، في له غنويات كثير. تفضل استاذ حسن. رحمة الله على والديكم السلامة. شكرا. أنا الغنى من أبوي تعلمته. فكشة الطويلة كان نقعد تحت الكرسي، كان يحزرنا هزورات، كان يحكينا حكايات. أوكل الحزورات بقى يصيروا شيرات في مخنا، بقى يصيروا غنويات. راحوا لا بقلنا لا بقلنا. رحنا للغربة. الغربة بقت كتبنا. مردلني أنا مردلني، اسمعوا هالغنوية مني. صار لي سنين في الغربة، اشتقت أبوي وأمي. أغني أنا وأقول اشتقت أختي وأخوي. الدنيا فانية، أنا أمي وأبوي. شدت في الحرب أغني غنويتنا. شمت ريحة شتلت فيها كمشكة بتكي. شمت ريحة شتلت فيها كمشكة بتكي. لماني بالهوى تجيني ريحتكي. لماني بالهوى تجيني ريحتكي. حيران صرت للعينين وهاك شامتكي. حيران صرت للعينين وهاك غمزتكي.
ربي اللي الهم من الله ويكذبنا. عينيك عينين السود، الزمان علي يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت. عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت. عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت. عينيك عينين حلوين من الله مكحلين، عينيك عينين حلوين من الله عينين حلوين، قلوا ألف وما شاء الله خلقة رب العالمين، قلوا ألف وما شاء الله خلقة رب العالمين. عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت. عينيك وعينيك ضلال ما شاء الله على عينيك، عينيك وعينيك ضلال ما شاء الله على عينيك، أنا بالنسبة ضلال ما شبه سواد عينيك، أنا بالنسبة ضلال ما شبه سواد عينيك. عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، عينيك عينين السود، الزمن علينا يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت، أدعي لرب السماء أمري معك يفوت. نشكرك أستاذ حسن، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. اليوم طبي نحن هون نيتنا مو تنسي في حفل يعني كونسير فلان، لأنه هون البارحة أنا أقول البارحة في معلم من اللي كان يعرف في ميردين موفق وجا توفى، نبقى نحن في نهاية بروجرام قالوا لك سواء حفل وأيلانجا فلان عيد بيقلنا نحن نيتنا مو نيت الحفل وأيلانجا هون ثقافة يعني مشان لساننا نسي بروجرام نيتنا هاكي. وحقيقة كما تفضل دكتور إبراهيم الغنويات كثير مهمين مشان نحافظ على لساننا. أنا صار معي شيء مثلا في وقت من قبل قريت الليسة في ميرسين، قريت الجامعة في عنقرة وما جيت للذيعة، رحت من هناك القسطم وانا معلم، بقيت هناك 4 سنين. ولما جيتوا لمزياد رديتوا لمزياد نقعد في الشفات يا الاولاد مثلا في بين العائله فلان بلا امري احكي تركي.
لما كان نحكي تركي كان يقولون انت تكبر علينا، انت احكي كمان لا تسير روحك تركي نبي هاك تاثر على انه شيء الاخوات لازم كيف يحافظ لسانه. وكما شيء تفضل استاذ حقا قبل كفينا اختيارين ما كانوا يعرفون لا تركي ولا كردي ولا غير شيء. مشان الاولاد مشان يكونوا يحكون معا كانوا يجبرون يحكون عربي. بهذه التهليكه ثانيه مثلا ما بقى ثاني الاختيارين زدي اغلبيه يعرفون تركي قروا وراحوا جو من اللي يعرفون نبي الشباب والاولاد ما يرون مجبوريه يتعلمون عربي. هذه التهليكه اذا ندير بالنا عليها. النقطة الثانية في البروجرام في معنا ثانية ضربنا في معنا طبعا دكتور بهاء الدين بودق. دكتور بهاء الدين بودق تفضل دكتور. كانت تطلع تغني ما طبيعي أماتنا باتنا ما قالوا موسى عيب خلوها للجيل كارتلخ. أما طبيعي الموسيقى تحكي على الأثر، تحكي على التراث، على الكولتور ديوز كذا، على التراث، على كل شيء. يلزم الغنى يكون فيه مرأة ويلزم يكون فيه رجال. حتى يعني الحكايات مثلا أبي بهاء الدين قال الحكايات طبيعة شكر أبي بهاء الدين وإبراهيم وزكريا وعبد الرحيم وكلهم الله رزقهم أبي حسن. كان ريت تنسي حكايات ما كان يخلون تنسي حكايات. أنا كان عمري بعد 10 سنين كان أحكي حكايات بس ما خلوا، قالوا هاي مو شيء كويس. طلع كان احكي كان سويته حكايه بالتركي قهرمان، سويته قهرمان واحد اسمه سرسبيل، مو شرشبيل، سرسبيل. انا اخترعته هالاسم من عقلي وسويت له حكايه ومعجرات وكل يوم احكي شويه ولا قداشين تمون حولي واحكي ونجي لموضوع الهيجان ونخليها لثاني يوم. بالتركي بنقول ايش بقول؟ ارقى السياره. كرت لك بقى احكي تبكي ميمتي هنا كي قاعده المرحومه تستنت علي استنت بعد اللي عندي خاد منين تجيب هالكذب كله؟ يعني اخ لك الله تبي نحكي ان شاء الله، يعني نكتب كتابات زي الحمد لله. لي كتاب على الحكايات بس بعد ما طبعته. الثاني اصلا وقتنا انتهى كان افتكرت اغني لولو بعد ابي حسن زي قال كنت غني لنا جال عيد تنعيد، نغني من كل وحده شويه يصير يعني اذا تقبلون. جال عيد تنعيد لما كنا صغار هون في ميردين، شو احنا هون كبرنا كان نروح نركب في الديديه ونغني جال عيد تنعيد نحن اولاد السيد مال اولاد ذبح بقرته ومات. جال عيد تنعيد نحن اولاد السيد مال اولاد ذبح بقرته ومات. جال عيد تنعيد نحن اولاد السيد مال اولاد ذبح بقرته ومات. بلدنا ما في منه اسمه يضيف قلبنا. جال عيد تنعيد نحن اولاد السيد مالونا ذبح بقرته ومات. جال عيد تنعيد نحن اولاد السيد مالونا ذبح بقرته ومات. مشان القراص يا حشنا تيجوا للجيراني مشان القراص يا حشنا. جال عيد تنعيد نحن اولاد
ولاد السيد ماله ولاد ذبح مغار الرومان جال عيد نعيد نحن ولاد السيد ماله ولاد ذبح مغار الرومان جال عيد الصبحية دياطة وعيدية نلبس حاوس الجداد ونعدي للتيدية جال عيد نحن ولاد السيد ماله ولاد ذبح مغار الرومان جال عيد نحن ولاد السيد ماله ولاد ذبح مغار الرومان. نخلص البروجرام في نهاية لولو أرز نغني منها شوية. هاي الكلمات والألحان لينا سوز موسيقى بنايت. عبارة غنينا راحت فتنا منها وطلعنا. حبيبتي لولو كما قد اللولو حبيتها من قلبي أشلت قلوبكم حبيتها من قلبي أشلت قلوبكم أشلت قلوبكم. الحكيم خلي دواك مو عندي رحت لعند الحكيم خلي دواك مو عندي تدعي لربي الكريم تيقضي مرادي تدعي لربي الكريم تيقضي مرادي ويعطيني لولو حبيبتي لولو كما عقد اللولو حبيبتي لولو كما عقد اللولو حبيتها من قلبي أشلت قلوبكم حبيتها من قلبي أشلت قلوبكم. دكتور بهاء الدين بودق دكتور بهاء الدين بودق من الثور مذيعة من الثور جوزي وبارك الله فيه في هولندا يعيش الجامعة يشتغل وحقيقة كثير له جهد كثير له تعب في هالموضوع. هو مثلا يصير وسيلة يسوقنا ويشوقنا في هالموضوع كثير له تعب. الناس بتشكروا إذا ريد منكم تستفقوا له أكثر كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بك، مرحبا، على عيني وعلى راسي جيت. يوم كثير مهم بشاني من اللي أريد أعرف إنساني مو لكن فقط، للدنيا كلها. من اللي إنساننا طيب، إنساننا كويس، إنساننا حلو. أما مدرودنا هاي إنساننا الحلو الكويس الطيب يضيع يوم بيوم يضيع. من هاجي كلامي اليوم بسوي بعض فضل وأهمية إنساننا عربي ميردين وحمايته أشوط نحميه. أول شيء إنساننا من اللي إنساننا عربي نتعرف على العربي. كلنا نعرف العربي، كل واحد يقول عربي إنسان مهم. أما
مو مهمة فقط، من أعتق إنسيلات العالم، أقدم إنسيلات العالم وأفصح اللغات. يعني هاي مو كلام أقوله من لي أنا عربي. أنا إنسيل العربي من أقدم إنسيلات منقوشة على الحجير في اليمن، منقوش إنسيلنا منقوش قبل 5000 سنين، 5000 سنة. يعني كما كرات هون الجماعة ميردين تقجم تحكي تقري مع السوريانية شوية يفتخروا بإنسيلنا، يقولوا نحن قبل كن إنسيلنا مكتوب كان. من اللي مو يعرفوا تاريخ إنسيل العربي إيه دغري، يعني إنسيل السورياني زدي، إنسيل بابل عتيقوي مو عتيقوي، أما إنسيل العربي زدي كما هو عتيقوي، وأقدم السورياني مكتوب على الحجير في اليمن، وبعدين قد جولوني زدي. من أي مدة نحن هون؟ نحن الله أعلم، أما أقلل شيء نحن عرب في المنطقة صار لنا 3000 سنة هون. نحن يعني قبل الميلاد ب1000 سنة كان في عرب في المنطقة، مو امبارح جينا. الوطن وطننا، البلد بلدنا. ثاني شيء العربي إنسيل القرآن، هاي شرف يكفينا. إنسيل القرآن الدنيا كلها تقرأه، من إندونيسيا إلى كندا، من أفريقيا إلى روسيا، أين اللي فيه مسلم يقرأ القرآن، يتعلم شوية العربي مشان يقرأ القرآن، مشان يفتهم القرآن. وطبي من اللي انسيل العربي انسيل القرآن وانسيل حضارة الإسلامي. الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نتفكر نتعقل. العربي ينسيل يخليك واحد يفتكر كويس، له وزن، كل كلمة لها معنى، لها أصل. وهذا لسان عربي مبين، بيان يبين كويس بإيش نريد نفهم دردنا وحالنا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تعلموا العربية فإنها من دينكم. علموا أولادكم العربية، من اللي العربي من دينكم. اللي يفلت سم العربي تفلت سم من دينه. أشقد لي واحد يبعد من العربي هالقد يبعد من دينه. وحسن البصري رضي الله عنه يقول من علامات محبة الله، يعني إذا تريد ترى علامة واحد يحب الله، من علامات محبة الله محبة القرآن. واحد يحب القرآن لما كي هاك يحب الله. ومن محبة القرآن محبة العربي. شيء كثير بسيط أقول. الحمد لله العرب المنطقة 99% مسلمين. مسلمين نحن نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب القرآن. أما إنساننا العربي مو نحبه، شيء عجيب. أشو مو نحب هالإنسان؟ يعني مو نهتم به،
إذا كان حبه كانت نهتم به. يعني بشاننا كمال شيء عادي، يعني يكون زي يصير وما يكون زي يصير. كثير دور بين أهلنا من ميرديني لمحسرتي لرشمل قبالة الصور حتى سعرت، هم أنا من كل موضع عيني شيء. لازم نفتكر في المسألة أشو ما دامك نحن كيف يعني نحن نقول مسلمين نحن ونحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب القرآن، أما إنساننا مو نهتم به، مو نحب الإنسان العربي، مو يصير. لازم بين جديد نفتكر في المسألة. إنسان العربي في التاريخ إنسان الطب كان، إنسان الفلك، الفلسفة، الهندسة. إنسان العربي إنسان قوي، هالقد قوي كي غير العرب كتبوا بالعربي، مثلا الأتراك، السلاجقة، العثمانيين بالعربي كتبوا إنسان. الفرس هم بعد بالعربي يكتبوا إنسان. الهند كثير من الهند بالعربي كتبوا إنسان. باكستان مثلا، البربر وغير شعوب كتبوا إنسان بالألفباء العربي، وكثير كلامي عربي دخلوا في إنسان. من ليه؟ إنسان الطب والفلك والهندسة والعلم كان. حتى الألماني والإنجليزي والإسباني وحتى الهولندي، لأن أنا أجي من هولندا، في اللغة الهولندية فيها كلمات كثير عربي تدخل فيها. ليش؟ من ليه إنسان العربي في التاريخ إنسان العلم كان. مع الأسف السعنة إنسان العربي. تسلم ومع السلامة لخاطرك. أهلا وسهلا. نظام كل شيء. مع الأسف السعنة إنساننا. أهلا وسهلا. الله معكم. الله معكم. مع الأسف السعنة إنسان العربي وخاصة هون في تركيا مو نهتم به. طلعوا إنسان العربي له عائلة. شو عائلة واحد مثلا يكون أم وأب وابنين وبنتين، نقول هاي عائلة. في الوقت شوية صارت عائلة كبيرة. من قبل أمي كفيلة 8 أولاد، هاك عائلة كبيرة كانت، 8 9 10 عائلة كبيرة. هاك الوقت عائلة كبيرة هاي كانت. الثاني إذا في له 4 أولاد، الله عائلة كبيرة. العربي عائلة كبيرة في العالم. في 22 دولة انسالة العربي الأصيل، مو دولة ودولتين، 22. وكما اللي تروا هون البرازيل والهند انسان مو عربي، اما يعربوا الجمعية العربية. حتى الأرمنستان شيء عجيب. ونحن هون في تركيا إذا نحسب عرب هاتاي، اسكندرون وأدنا وعنتاب وإيل سعرت، الله أعلم ما عديتون، أما حساب على الأقل فيه 2 مليون. هالقد في عرب في تركيا ومو نهتم بإنساننا
بنسيل العربي. كمل شوية لخ أخونا إبراهيم قال اللي يعرف عربي ميردين، اللي يعرف عربي ميردين ويروح لأين بلد عربي نتروه هون، من الشرق كان للغرب، تفهم روحه. ايه شوية يصعب عليه، يعني مو كل كلمة يعرفها، أما تفهم روحه. هاي شيء كثير مهم، كثير شيء طيب. الإنسان مشان ليه يتعلم الإنسان مثلا يتعلم الإنجليزي، يروح يعطي زمان بالألوف الليرات إما اللي يتعلم إنجليزي، يقول تروح بالإنجليزي تحكي لي شوية في بلد يحكوا إنجليزي. نحن أمنا وأبونا في البيت علمونا، يعلمونا ما يعلمونا مع الأسف، فينا خزينة أما مو نستفيد منها. وفي ناس كثير أعرفهم مثلا من البلد كنت طلعوا من أبشة، من حلدح، من أستل، راحوا لإسطنبول، تعرفوا على تجار عرب، جزائر، تونس، سعودية، باك عربيا الميرديني بعربيا أصل، تعرفوا على بعضهم وتكلموا وتاجروا، صاروا بالملايين. إنسان كل لسان معادل إنسان، كل إنسان معادل إنسان به. ليش تنضيع إنساننا؟ إنساننا العربي هويتنا هي جزداننا، جزداننا. وقت اللي واحد يقول ايش هي هويتك، اسمك ايش هي، فصلك ايش هي، تقول انا اسمي حسن شوحة، انا من ميردين، انا عربي. هويتك اصلك وفصلك ووصفك. اما هل الاصل والفصل والوصف يروح يذوب شوي بشوي يذوب. ضيع إنساننا معناته ضيع هويتنا. ضيع إنساننا معناته نتباعد من ديننا. ضيع إنساننا معناته انقطاع من تاريخنا. طلع كثير الأتراك يقولوا يا keşke Osmanlıca bilseydik de ecdadımızın yazmış olduğu kitapları okuyabilseydik. مو نحن قدامنا العربيين بعد قدامنا، وأحد ما كنت منعنا نقرأه، تمام كانت منعوه أما ما منع يعني تماما. الثاني قدامنا مفتوح، ننطق نقرأ، ننطق نعلم، ننطق نعلم. ليش مو نعلم أولادنا؟ ليش تنقطع أولادنا من تاريخنا؟ أيش هو السبب؟ إحنا ما لنا يعني ما لنا تاريخ، ما لنا شرف، ما لنا هوية. لا، تام العكس، هويتنا وشرفنا وتاريخنا كثير عالي. أشقد لي نفتخر الحمد لله، مو بشان تكبر، لا مو بشان كبارة، لا، أما الأصل زي هايوي. لا نضيعه. رويكن شوي أخونا إبراهيم عطى مثال كيف يذوب إنساننا. إنساننا كيف يذوب، كيف يذوب. جدي كيقول لما كنت صغير كنت أروح مع أبوي للسوق، كنا نشتري
تفاح أحمر ب25 ورقة. هاي جملة جدية، يعني مثال. فالجملة كلمة كردي تركي فارسي ما في، كلها عربي فصيح وميردين، مو غير شيء. هالجملة لأين بلد عربي تودوا وتقرروا تفهموا. نق ابن جدي يعني أبوي تنقول قال شاغ كنت صغير كنت أروح مع أبوي للبازار، كان نشتري تفاح أحمر ب25 ورقة. هون فات الوقت علي، دخلوا كلمتين، الشاغ والبازار. جي زمان أبوي هاجي ندم معي تنقول، هاجي حكى معي، هاجي قجم معي. أنا قلتوها ايش سويتوها؟ كنت صغير، كنت أروح مع أبوي للبازار، كان يشتري ألما أحمر بيرمي بيش ورقة. الجملة هي مع العربية، يعني على أصول اللغة العربية مكتوبة. وهاي اللي هاك يقجم الآخر شيء يفتكر إنه عربي تمام يحكي. كررت أسمع هاجي من جماعتنا وقت لي يحكوا كلمة غير عربي، يقول ايش قلت؟ ايش قلت؟ يكررها يقول شغلي رحته، اقول ايش قلت؟ يقول شغلي رحته، اقول ايش قلت؟ يقول شغلي رحته. يقول ايش تريد مني؟ لمن رحته؟ وقت لي رحته. في عندنا في الضيعة واحد أشقد لي تحكي معه الرقم كله بالتركي، يقول كلامه كله عربي أما الرقم بالتركي كستار. رحت واشتريته من البازار بير كيلو تفاح. ايش قلت؟ اشتريته بير كيلو تفاح. ايش قلت؟ اشتريته بير كيلو تفاح. البير كيلو ايش هو؟ يعني مو تعرف كيلو مو لازم تقول بير. اذا قلت اشتريته كيلو تفاح يكفى، ذات عربي كيلو واحد وين بير ليش درهم؟ يعني ايش تقول؟ ب 25 متق تقول ايتين، اما حلقه دي مو يهتم من سيده، خلينا لازم نفتكر في انساننا ونصححه. طلعوا انساننا كثير طيبون، خاصة انا مو من ميردين، انا يعني من الثور، من الضيعة. انا لما ناجي واستند على اخوتي ميردينية حكيين كثير طيبون، فيه طعم، اما كنت نسيوه، يعني النص بنص بق يحكوا، نص عربي ونص تركي. لما نسمع هاجي قلبي يجع. ليش هل نسيل الطيب الحلو الكويس؟ ليش الضيق؟ مو يلزم. غير ذات مال من المسألة آخذها لي مسؤولية، قول في لي مسؤولية. أنا ما دام أهتم باي وأفتكر في المسألة وأرى الفرق بين العربي والكردي والتركي وفي الجملة أخذت لروحي المسؤولية، وأريد منكم أنت نزلي تأخذوا المسؤولية.
في هولندا في كلام مثل يقولوا وقت ليه شغل كثير صعب يعني هم ما له امكان الواحد يطيق يسويه ويخلصه، يقولوا واحد يسيح في الصحراء çölde bağırmak gibi. يعني اشقد لي واحد يسيح في الصحراء ما في احد. هوارا هوارا من تيجي لك ما في احد. كرات هاجي احس في روحي هون وقت ليه اجي الميردين والودياد واحكي مع الناس اطلع اي شيء يقولوه ما له درد. اريد تكون لكن درد. دردكن تكون دردي ودردي تكون دردكن. انت نزدي تاخذوها المسؤوليه. اذا ناخذ المسؤوليه نفتكر في تعليم ابناء اولادنا وهاي يبدا يبلش في البيت. اشقد لي يصعب عليكن زوروا روحكم، صعبوا على نفسكم، دوروا على كلمة لمو تعرفوها. تعلمت أعرف يعني كلتنا هاجي، أنا أخوتي حوالي مو غير شيء كما كلتنا هني. أما دائما أذكرن لما اجي للضيعه يقولوا ها العرب يجي الضيعويه لما يحكوا معي يفتكروا في كلمه كرتين ما اللي يحكوا معي. انت نزدي تيقوا تسووا هاي حولاتكم، ابوكن امكن اولادكن عمكن خالكن خالتكن ما عليه شيء. كل واحد نحصل. لازم ندعم كل وسائل اللي فيها نقشم نحكي بنسيلنا، في الفيسبوك في اليوتيوب في الانستغرام في غير موضع مو مهم، في تيك توك. وشي اللي نحطه لازم نحطه بنسيلنا، لا بالتركي ولا بالكردي. طلعوا انا مو عنصري، انا ارقتديلم ابدا. الله سبحانه وتعالى كنت خلق الانسان عربي كردي تركي يعني. الحمد لله اعرف كردي زين، اعرف تركي، اعرف كردي، اعرف هولندي، اعرف انجليزي، اعرف فرنسي، اعرف 6-7 الانسانات الحمد لله. يعني ما لي درد غير انسان، يعني مو اسخر منن، مو اتعجب عليهم، لا. اما انسيلي مو لازم انساوه، انسيلي لازم احبه، انسيلي لازم احبه ولازم انشره. حتى انسيلنا فيه كلمات عتاق غير بلدان العرب ما بقى يستعملوها. كلمات عتاق غير بلدان العرب ما بقى يستعملوها، نحن نستعملها. نحن تاريخ، نحن التاريخ لا نضيعه. لازم ندعم كل وسيلة نخلي إنساننا يبقى حي مو يموت. يكون كما اللي قلتوا فيسبوك يوتيوب انستغرام وغير شيء. راديو مثلا، راديو ميردين، انتم في ميردين واجب عليكم تلتموا تفتكروا تفتحوا راديو بنسيل ميردين خاص. رو احد شيء تمولوا تعطيه الاسمان، لازم تدوروه وتفتحوا راديو 24 ساعة تحكي بعربينا، تغني وتحكي تقول حكويات وايش اللي فيه بالعربي لازم يقولوا، مشان انساننا يكون حي ومن البيت واحد يستند عليه.
من هالسبب قبل ب4 سنين تقريبا بلشتوا بارجتوا كما اللي انتم تقولوه في ميردين، بميردين تي في. الميردين تي في مو بشاني، مو بشان باهي الدين، بشان شعبنا. شعبنا تيحكي حكوياته، تيقول شعره، حتى في المستقبل إن شاء الله نيتي هاجي تنرى وسيلة وتنسويه تلفزيون كما التلفزيونات اللوخ، وتنسوي أفلام وتنسوي كل شيء بإنساننا. هاك الوقت تكون حي تنحميه. تعطيك المثال، شيء واحد يطيق يسوي مسؤوليتي، أنا أخذ مسؤوليتي أنظم. صار لي كم سنة أنظم عملا كل سنة مسابقة الحكويات في ضيعتنا في جوزي. السنة نظمت وكرتلخ مسابقة الحكويات، حطيته 10,000 ليرة ليحصل 10,000 ليرة. إذا كل مع بعضكم تلتموا مو كثير، يعني لازم تتيقوه تلموها هالثمان واكثر زدي وتنظموا مسابقه الحكويات، طلعوا الناس تجوا. قبل لا اجي للضيعه الضيعويه يعرفوه تاجي، يحضروا روح في البيت، يسالوه امن، يسالوه ميمتن، يسالوه جدا، يقولوا قولوا لنا حكويه يتعلموها ويجوا يحكوها. يشيعوا لي مساج يقول استاذ بهي الدين هالكلمه عربيه الا كرديه، هالكلمه عربيه الا تركيه، يعلموا روح. ايش يشيعوا لك؟ ايش يشيعوا لك؟ كلمات مساج يعني مشان ليه هون كل واحد يفهم. الله يبارك فيك يرضى عليك. تقول رساله بلكي مو كل واحد يفهمها، من هيك قلت مساج. لازم نتعلم. وأرى يعني البلد الضيعة من الصغير للكبير، من الصغير عمره 10 سنوات، عمره 10 يدخل في المسابقة، وعمره 80 سنة يدخل في المسابقة. وكل واحد قبل بشهر نمن يعلم روحه يحكي. حتى في واحد يقول كنت قريته الحكوية بالتركي ترجمتوها للعربي وهاجي حكيتوها. ايش؟ يصير حركة، يصير حي. اريد منكم انت نزلي في كل محلة في كل ضيعة لتيقوا تحضروها، حضروها، نظموا هالمسابقة، بعد غير شيء. أخيرا العربي ليعظم العربي، ليكبر العربي، ليحب العربي، يعظم دينه، يكبر دينه، يحبب دينه. وليبعد روحه من العربي يضيع دينه، يضيع أصله. نحن إذا نبعد روحنا من سيلنا تنضيع أصلنا وتنضيع تاريخنا، هاي تكون حيف علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور معاذ، بارك الله فيك، الله يعطيك العافية. الوقت طال شوي، يعني لازم نعجز شوي بعد، لأنه في البروجرام في اخوان تغنون، اخوان تحكوا. في البروجرام الثاني كمان مسابقة، أعطيناكم نمرات أول ما جيتن. أستاذ إبراهيم تفضل، تسألكم كلمات من عربينا، من المحلمي من عربي ميردين، واللي يعرف ياخذ الهدية. الهدية طبعا تكون
طيب تكون كتاب عربي. الكتاب فيه 5000 كلمة. الأخوة يحضروه كما رياض وكما عبد الباقي ومحيى ورمزي. طبعناه بس خلصوا ضربت وما بقى غير كم واحد. أول كلمة جبلقة. فوق. بيان يقارن. هم الخمدية بتاعنا. هاي صعبة شوي، لا تروح يعني تعلم صعب يمكن كم واحد أما كل واحد يعني طول عليك. غاروف. هاي من حاكم نسا. جواب العربي. إيه جواب العربي. مديرة. مديرة. بسيلين. تشكر درس قبالي. دولار. لهبي. حسن أبي. علي حسن أبي. سمية سيدنا قالوا سمية معصرة. تمام. يمكي أستاذ محطين في عمود يعني المعصرة وحوض القبال وحوض المعرفون يعني بعد الحمد لله. نظارات. جزلوك. دوكات. كويس يا أخونا. راعي. تمام. أصعب. والله كتبتوه قلت لكم صعبين زدي. سيكب. إيه حرامي. بقي آخر كتاب. سيكب. لا هون تسأل وحدة صعبة. زند. مريم. قول. محمد. هاي تمام بتاعنا هذا. سؤال. ايش قد اعطوه ابراهيم؟ كنت اسال سؤال شيلك عفوا. قبره. اسمها ايه؟ اخونا بشير زقاء ايش قلتي؟ ارتو عين المرأة تنعطوه هالكتاب. هذا فيه محادثة يوميا يعني واحد لما يروح للفندق تنقل الاوتيل ايش تحكي معه او يروح للمطعم اللقنطة ايش يحكي. هاي حكي محادثة. كل واحد معه نمرة؟ في احد ما معه نمرة؟ لا. اول نمرة 21. 21 مع مني؟ 21 محمد تعال هون زخم. معك تعال خذ كتابك. لا هم بسرعة. 30 مع مني؟ ما طلع حد. تمام. عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. جاء ابي حجي نهاد من دياب. اهلا وسهلا بك شرف. اهلا وسهلا حجي. مرحبا بك. اهلا وسهلا. زخم. نمرة. الاخ بروفيسور دكتور يشار اجات دكتور قسم اللغه العربيه شرنا في المؤسسي بروفيسور نريد ناخذ منك هيك دقيقتين ان شاء الله. تفضل. دقيقتين بس. دقيقة ونص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكلتكم. حقيقة يعني هالبرنامج كثير شرفنا حضرنا فيه، خاصة أستاذ بهاء الدين صار سبب للبرنامج وفريقه يعني أستاذ إبراهيم وأستاذ زكريا أستاذ يلمظ كل يعني ما تقولتوا سيمين كلن لهم قايلات في البرنامج اللي رتبوه
ويعني نسينا حقيقة خزينة ويلزم نعرف قيمته، يلزم نحافظ عليه كما قالوا بتكلموا قبلنا الأساتذة أستاذ إبراهيم أستاذ بهاء الدين، يعني ما خلنا شيء نقول هالخزينة يلزم نعرف قيمتها ويجعنا قدنا. يعني أستاذ بهاء الدين خاصة استعمل جملة قال يلزم يجعنا قدنا على الإنسان إذا جاء ضاع أحد قدمه يقيلته. يعني السعني نحن مو نعرفه في الحقيقة، السعني هو شيء بشيء ضايعه. يعني كم هرامتنا لأن بيننا يتوفون يموتون ينتقلون لاك الدنيا، هاي الإنسان يضيع منه يعني أجزاء، ويلزم بعض البرامج نكثرها ونزيدها كما تفضل أستاذ بهاء الدين. كل واحد يشلج بيده في ضيعته في بلده، حقيقة يطلع صاحب يتكلموا في بيته أنجح بالشكل نخلص منه. يعني مو نقول نحافظ عليه ونخلص منه أجزاء حتى نحن ننقله اللي يجي بعدنا. يعني هاي قيمتنا الأولية يلزم نعرفه كويس. يعني وكثير اشتغلوا من الأوروبيون، يعني من الأوروبيين من المستشرقين كثير اشتغلوا في حق هاي الإنسان. كما ذكر أستاذ إبراهيم جو قبل 50-60 سنة لوني من أوروبا علماء يعني لغويون جو دوروا هذا الضياع كلهم، يعني دوروا كنديري راحوا لقلف بين النصارى اللي كانوا يتكلمون عربي، اللي كان إنسان عربي أصيل. يعني العربي مو للمسلمين وحده، كان في بيننا يعني ضياع كانوا نصارى وكان إنسان عربي، مثل ميردين في المركز في الصور هون تبع ميردين بنابل في هزخ، في كثير ضياع كانوا مسيحيين وكان إنسان عربي. بعده طبعا هو كثير منهم يعني بسبب التأثر من العنصرية يعني قالوا نحن كنا في الأول نصارى وبعده أسلمنا ودقشوا ونسينا. حقيقة يعني حكويات كانوا يعني حكويات ما كان لهم أصل. يعني كان في قبل الإسلام هون عرب كثير قبائل، يعني من بني شيبان من تغلب بني بكر، كانت في هون قبائل عربية كانوا مسيحيين يعني في الكنيسة السريانية كان لهم أثر كثير. بعد لما جاء الإسلام بعون الله تعالى أسلمنا طبعا الإنسان دائما معنا وبقى إلى اليوم. يعني طلع من آلاف السنين هاي الإنسان وصل لينا، ومع الوصول لينا بدأت التهلكة. يعني نحن تصير سبب لتضييع هاي الإنسان. يعني بلكي في 3000 سنة كما تفضل أستاذ بهاء الدين هاي الإنسان يتكلم في المنطقة، هاي الإنسان ينحكي في كل بلد، في كل ضيعة، في كل شهر، ونحن يعني جابوه إلى هذا الزمان، ونحن من مو نحكيه في بيتنا بين أطفالنا، من مو نقري بيه ونقشم بيه كما تفضلتن. يعني سعني مقابل التهلكة نريد أولا طبعا هاي النصيحة كلها في الأول لي وبعده لكن نحكيه مع أطفالنا، نعلمه للجيل القادم. حقيقة لا تروح من إيدينا، وصعدة جت تنجيبوا لبالنا كرات مع نقرأ الكتب، يعني تيجي لبالنا هذا الوقت هذا ما له قيمة طبيعي. وأشكركم وحقيقة تشرفنا لوجودنا هون بينكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء تنقول بشاننا أمي حياتي
قربان حيران هكا بطيني لولي ديدي قلتيني ونيمتيني كتخر بين هاك نوتي يوم طلعيلي نور عيوني انتي مام جاني فتاكي نور عيوني انتي مام جاني فتاكي كتخر بين هاك نوتي يوم طلعيلي نور عيوني انتي مام جاني فتاكي نور عيوني انتي مام جاني فتاكي اليوم اقدم منك يوم نفيلي كما طير الحجل كانت الليلي معي فتو يبكي كانت لعبيني يذكر وانكي اسير محلليني يذكر وانكي اسير محلليني معي فتو يبكي كانت لعبيني يذكر وانكي اسير محلليني يذكر وانكي اسير محلليني أمي حقي كثير وكيف تأديو أجلا سلكي ماضو بوطي قعطيو خليتوها بقدكي كيف ترضيو يوم باليوم ويادو والله تبكيو يوم باليوم ويادو والله تبكيو خليتوها بقلبي كيف ترضيو يوم باليوم ويادو والله تبكيو يوم باليوم ويادو والله تبكيو خليتوها بقلبي كيف ترضيو يوم باليوم ويادو بظلمي وصعبي هدتني رب بلدي طريق وما عطتني بظلمي وصعبي هدتني رب بلدي طريق وما عطتني حسرة خلت على قلبي امي وابوي كمان نسمع روضني حسرة خلت على قلبي امي وابوي كمان نسمع روضني يا دوست إن شفتها
هيدا مصافي دقت قلبي اليوم تنطفي يا دوستي شفتوا هيدا مصافي دقت قلبي اليوم تنطفي هكا جسد الهم داك والحزن تخشعون احترقت قصبتي هكا جسد الهم داك والحزن تخشعون احترقت قصبتي اشتقوا كان مطروح البل والله مساكن يا ديابو اليوم اشتقوا كان مطروح البل والله مساكن رحت خليتني اليوم وحدي وخذ بقينا والله بلاكن بقينا والله بلاكن يا دوستي شفتوا هيدا مصافي دقت قلبي اليوم تنطفي يا دوستي شفتوا هيدا مصافي دقت قلبي اليوم تنطفي هكا جسد الهم داك الحزن تخشعون احترقت قصبتي هكا جسد الهم داك الحزن تخشعون احترقت قصبتي مهنة يروحون للعرس مثلا هاك شيات لازم ندعم هذا خدنا يعني إذا واحد يسوي دعوة حقيقة أنا قريته سوى دعوة أخ عبد الرحيم كثير كويسة كانت يعني هاك شيء منتظم شيء كويس ما كان فيه برات الوصول شيء كما أستاذ حسن زدهاك الله يعطيكم العافية بارك الله فيكم في معنا عبيدنا كبيرنا حج نهاد الرياضي هو كثير خدم المملكة خدم لساننا وينعرف بالمملكة وفي له كثير شيء يعني عمل كويس بارك الله فيه نريد ناخذ منه كلمتين إذا أراها مناسبة تفضل. بين مكة ومدينة رايحين لعند نبينا النبي قاعد يدعي يا ربي أنت حمينا النبي قاعد يدعي يا ربي أنت حمينا جولة باب المغارة أين لا طلع مارة جولة باب المغارة أين لا طلع مارة العنكبوت والحمام صاروا بردة وسطار العنكبوت والحمام صاروا بردة وسطار قالوا ما في
شي فلم ورا قالوا ما في شي فلم ورا وما عرفوا كل شي هونك كان كل شي هونك كان كل شي هونك كان النبي هونك كان الصديق هونك كان كل شي هونك